محتاج قرض من البنك. كذا حد ييجي يقول لي أنا محتاج قرض من البنك ومش عارف البنك بيطلب إيه أو إيه الضمانات المطلوبة. البنك هيدّيك قرض بناءً على ضمانة معاك، فيا إما أنت موظف عندك راتب شهري بتاخد بضمانه القرض، أو لو أنت عندك معاش بتاخد بضمانه برضه بنسبة 50% الDPR بتاعك أو العبء الشهري، يعني ما ينفعش إن البنك ياخد منك أكتر من 50%، فعلى حسب المبلغ اللي أنت بتاخده شهريًا على حسب ما هو هيدّيك إيه، قرض ويحدد لك المدة والقسط بتاعك. لو أنت عندك مشروع قائم تقدر تاخد بضمانه برضه قرض حتى لو ما عندكش أوراق، يعني لو مش معاك سجل وبطاقة ضريبية يقدر برضه البنك يدّيك مبلغ تشتغل بيه عقبال ما تقنن أوضاعك وتعمل أوراقك. لو عندك شهادات في البنك تقدر تقترض بضمانة لحد 90% منها، تمام. لكن مثلًا حد يقول لي أنا عندي شقة، عندي حتة أرض، حاجات زي كده يعني البنك ما بيعتمدش الحاجات دي. فلو عايز تعرف الأوراق المطلوبة لكل حاجة، أنا عامل فيديو اسمه إزاي تاخد قرض من البنك، كل حاجة والأوراق المطلوبة بتاعتها، لو أنت مرتب هتجيب أوراق إيه، لو أنت معاش هتعمل إيه، لو أنت عندك مشروع بضمان أوراق وعندك أوراقك وعايز تاخد رقم كبير أو تخش مبادرة ال3% لو أنت ورشة أو بتصنّع أي حاجة، الأوراق المطلوبة منك إيه. خُش الفيديو وشوف الفيديو واعرف الأوراق المطلوبة، روح خُد قرض لإن الفايدة دلوقتي كويسة وممكن بعد كده تعلى.